السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يصادف اليوم الذكرى الرابعة لإنشاء السلطات الصينية لمعسكرات الاعتقالات لتنفيذ الإبادة الجماعية في تركستان الشرقية. يصادف اليوم الذكرى الرابعة لكتابة الظالمين لأكثر القصص مأساوية في القرن 21. 4 سنوات وعزة وشرف أمتنا تتعرض للانتهاك. 4 سنوات وعلماؤنا يقتلون ومساجدنا تهدم وديننا يتعرض للإساءة، لكن الظالم لم يكف والقمع لم يتوقف، بل وعلى العكس يزداد قوة وسوءا. قلوبنا لا تتحمل سماع شهادات الشهود الأحياء وأخبار الشهداء اليومية، ولكن شعبنا يعاني من هذا الظلم منذ 4 سنوات. يتعرضون للتعذيب في المعتقلات الصينية، يجبرون على العمل القسري في أماكن بعيدة عن عائلاتهم. يتم تعليم أطفالنا لغة ومعتقدات الصين الشيوعية. يتعرض شعبنا للإبادة الجماعية والعرقية. الصمت في وجه الظلم اليوم يعبر عن فقداننا لإنسانيتنا. إذا لم نقم بما في وسعنا لمقاومة الاضطهاد اليوم، فإن ذلك يعبر عن موت كبريائنا وضميرنا. بصفتنا حركة الجيل الجديد لتركستان الشرقية، ندعو جميع البشرية إلى اتخاذ إجراءات لإنهاء هذه المأساة التي استمرت 4 سنوات. وأيضا نعلن للعالم مرة أخرى عهدنا بإزالة هذا التاريخ الأسود بدمائنا الطاهرة.